كاس العالم يا ابو الكباتن على الابواب ومنتظر الاهلي ينزل عشان يستقبله. ايوه مش هزار، الحدث الاضخم والتاريخي اللي هيشوفه فوق المليار بني ادم حوالين العالم. ماتش الافتتاح هيكون الاهلي ضد انتر ميامي، مش اي ماتش ولا اي مناسبه، دي بداية بطولة جديدة الفيفا داخلها بكل قوته عشان يعمل تاني اقوى بطولة على مستوى العالم بعد كاس العالم للمنتخبات. والقدر قرر يحط النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا ونادي القرن واعظم نادي في الشرق الاوسط قدام انتر ميامي اللي بين قوسين نادي ميسي، اعظم من لمس كرة القدم على مر تاريخها. فتخيل معايا كده القدر يقرر ان هو يحط النادي الاهلي في اول صفحة في كتابة تاريخ جديد مع بطولة جديدة هتكون من اقوى البطولات في تاريخ كرة القدم. عظمة البداية دي انها بس مش الاهلي هيلعب افتتاح البطولة في الموسم الحالي او في النسخة الحالية، ولكن هيفضل محفور في الاذهان ان اول مباراة افتتاحية اتلعبت في تاريخ البطولة دي كان النادي الاهلي المصري امام انتر ميامي الامريكي، شيء عظيم جدا. بس الاهلي قرر يكون على قد الحدث ويكون عالمي بحق وحقيقي، عشان كده قرر ان هو يتعاقد مع منتخب مصر. ايوه مش بهزر ومش بقول كلام، ما هو لما يكون عندك زيزو وتريزيجيه وحمدي فتحي ومروان عطيه ومحمد الشناوي ومحمد هاني، ده غير طبعا امام عاشور، يبقى اكيد منتخب مصر بحق وحقيقي. فاضل كده صلاح ومرموش ويبقى منتخب مصر رسمي نظمي يعني. فعلشان كده الاهلي قال لك اما اجيب نجم منتخب مالي اليو ديانج مع الهداف الكبير جدا والهداف العالمي وسام ابو علي، وكده نبقى عوضنا محمد صلاح وعمر مرموش. فانت بتتكلم في حرفيا في منتخب مش في نادي، فانت قدام فرقه مرعبه وفرقه تقيله جدا، ومش ندي بس الانتر ميامي ده المفروض تكتسح انتر ميامي في ارضيه الملعب. فالاهلي مش راح يهزر وبداها صح لما تخلص من الفيروس مارسيل كولر وقرر ان هو يتعاقد مع مدرب جديد بشغف جديد بطموح جديد. عشان بس في ناس كتير بتقول عليه خوسيه ريفيرو، لا يا جدعان، عايزين بقى نبدا كاس العالم على نظافه، اسمه خوسيه روبيرو. وعلشان كده انا جاي اقول لك بقى دماغ روبيرو بتفكر ازاي في اول مباراه وفي كاس العالم للانديه، الخطه اللي هيعتمدها عشان يوقف ميسي واصحابه بقى. ولكن قبل ما احكي لك التشكيل وقبل ما احكي لك القصه واقول لك نقطه قوه انتر ميامي في الناحيه الثانيه نقطه ضعف النادي الاهلي وازاي الاهلي يتغلب عن الموضوع ده، بفكرك تعمل لايك للفيديو ده عشان هو ده اللي بيساعد ان الحلقه تتشاف وتعبير عن الحب منك ليا يعني. نقطة قوة انتر ميامي الوحيدة بالمناسبة يا ابو الكباتن هو طبعا انهم بيضربوا الخصم من قلب العمق بتاعه وهو عمق نص الملعب، مش بقى بيفرهدونا ولا يفرهدوا نفسهم على الاطراف ويلا البونجات تجري ويلا الباكات تزيد، مفيش الكلام ده كله. هم عندهم لاعب بس وهو اسمه ليونيل ميسي، اعظم لاعب في كرة القدم. اللاعب ده بيستلم في نص الملعب يفضل يعدي ويباصي ويعمل، فهو شغل الدنيا كلها في نص الملعب، بيعمل بينيات تدغدغ الخطوط حرفيا مش تكسر خطوط الملعب، بيضرب خط الدفاع بباص واحد بس، بيفضل يعني ايه في نص الملعب يعني يستحوذ على منطقه نص الملعب، وبينيه واحده بس يودي المهاجم انفراد او بيودي الوينج انفراد في عمق الملعب يكسر فيها او بيضرب فيها خط الدفاع بالكامل. فبقى واحنا ولا هنفرض نفسنا على الجناب ولا هنفرض نفسنا على الخطوط ورجع يا ابني الوينجات تدافع، والكلام ده كله هيبقى تضييع وقت علينا وعليهم. فاحنا نعمل ايه؟ لازم نغير التشكيل خالص ويلا نفكر بقى بفكر المدرب اللي المفروض دارس حاجه شبه كده، لانها برضو نقطه ضعف النادي الاهلي، والاهلي استقبل من الجزئيه دي اكتر من الهدف في اكتر من ماتش يعني مشهور جدا وخسرونا بطولات كتير جدا بنفس الفكر اللي هم اصلا انتر ميامي بيعتمد عليها. فهنعمل ازاي؟ هنلعب 3-4-3 عشان نعمل كثافه عدديه في نص الملعب ونحاول نستحوذ على المنطقه اللي بيتميزوا بيها انتر ميامي في نص الملعب، وكمان نلعب ب3 و2 قلب دفاع ومعاهم واحد رجله مثلا شبه حمدي فتحي عشان يغطي الحته ديت. لو مثلا قرر ان هو يضرب الدفاع فهيلاقي واحد بيغطي ورا الدفاع ونعمل زياده في الحته دي، يبقى احنا كده استحوذنا على نص الملعب منطقه ليونيل ميسي، وكمان استحوذنا او عملنا لاعب زياده في الخط الدفاعي عشان لما ميسي يضربه بباص يكون في زياده عدديه نقدر ان احنا نستعيد الكوره حتى لو عدت من نص الملعب. فتعالوا مع بعض نقول التشكيل ونتوقع التشكيل كده مع بعض. طبعا في حراسه المرمى من غير اي كلام كتير محمد الشناوي، واتمنى يكون فعلا مونديالي، لان طبعا محمد الشناوي زي ما عودنا دايما في المونديال شناوي تاني خالص، طبعا بذكريات مونديال المنتخبات 2018 وكمان مونديال الانديه مع النادي الاهلي واشهر ماتش طبعا امام بالميراس. فان شاء الله الشناوي يكون مونديالي وهي دي ماتشاتك يا شناوي. فهنحط الشناوي حارس مرمى، ونحط قدامه 3 ياسر ابراهيم، وكمان هنحط احمد رمضان بيكهام، ما كانش بيكهام هيكون العش ولكن افضل ان هو يكون بيكهام، وكمان هنحط تحتهم وفوقهم اللي هو يتحرك في المنطقه دي بالطول كده يغطي وراهم يقابل قبلهم يغطي بعدهم يكون في المنطقه دي واخد حريته شويه وهو حمدي فتحي. كده حطينا ال3 خط الدفاع. لو هنيجي بقى عشان نتكلم عن نص الملعب فانت عندك شمال تريزيجيه، عندك الناحيه الثانيه يمين خالص امام عاشور، وعندك بقى في العمق هتحط ديانج وجنبه محمد بن رمضان. قدام طبعا هنحط الهداف الجامد قوي وسام ابو علي اللي ان شاء الله يسجل ويكون واحد من هدافين البطوله
على يمينه هنحط احمد السيد زيزو، وعلى شماله هنحط اشرف بن شرقي، وهيكون ده تشكيل يعني متوازن بين نص الملعب وبين الهجوم. هتكون حاطط كل قوتك الضربه هجوميا، ونفس الوقت بتدافع بشكل قوي جدا عن طريق الاربعه اللي في نص الملعب، وكمان عن طريق الثلاثه اللي في ظهر الاربعه وثلاثه خط الدفاع. فاعتقد التشكيل ده هو الافضل من وجهه نظري، لان هتلعب بالشكل التقليدي ويلا اجري على الخط ويلا اعمل. هو انتر ميامي هي ميسي، وهو عباره عن نص ملعب وعباره عن كرات بينيه زي ما انا وريتك في بدايه الفيديو. فهو ده انتر ميامي باختصار. فهو ده من وجهه نظري هو التشكيل الافضل وهو التشكيل المناسب. فانت قول لي من وجهه نظرك التشكيل اللي انت شايف ان هو الافضل، والطريقه المثاليه ان انت تقابل انتر ميامي وتقابل ليونيل ميسي. ونفس الوقت ما تنساش ان النادي الاهلي معاه عنصر مهم جدا، وهو اللعيبه على اعلى مستوى، عامل السن بفرق بشكل كبير جدا. فاحنا مش داخلين نتعادل، احنا المفروض تحط في دماغك احنا مش داخلين ندافع، احنا داخلين نكسب. في نفس الوقت لازم تراعي انك بتلاعب فريق كبير فيه لعيبه خبرات كبيره جدا. فعشان كده انا شايف ان التشكيل اللي انا قلته ده هو افضل من وجهه نظري. فانت برضو يلا نتناقش مع بعض واكتب لي التشكيل الافضل من وجهه نظرك انت، وقول لي تفتكر هل خوسيه ريبيرو هيبدا بنفس التشكيل ده ولا هيبقى عنده تغيير في بعض المراكز. في نهايه الفيديو بقى، بعد ما قلت لك التشكيل وبعد ما قلت لك نقطه قوه انتر ميامي وازاي الاهلي هيواجهها، عايزك تفجر الفيديو ده من اللايكات حرفيا عشان يعني الحلقه تتشاف وناس كتير تشوف الحلقه. واتمنى بقى انك تعمل لي متابعه لو انت مش عامل لي، عشان تشوف كل جديد اول باول يا ابو الكباتن. ويلا بقى نتقابل على خير في فيديو جديد، وانتظروا صحيح تغطيه كبيره جدا لكاس العالم، مش النادي الاهلي بس ولكن لكل انديه المشاركه في كاس العالم على حسب طبعا اهتمام حضراتكم. ولكن ما تنسوناش طبعا من اللايك والشير والفولو عشان تشجيع ان احنا نكمل وان احنا ننتج حلقات تانية قادمه كتير باذن الله في الفتره الجايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.